انا بتكلم كلام حكومي، ده حسب وزاره السياحه. مصر منوره باهلها. فانا معاكم، يعني انا بتكلم كلام علمي منطقي معملي. لا والله انا شايف بجد في مصر حاجتين. الحاجه الاولانيه القوى البشريه والعقول، وعشان كده احنا فتحنا مركز التميز بتاعنا هنا. هو انت عندك عدد كبير من الخريجين يتكلموا عده لغات، مستوى خريجين ممتاز جدا. فدي نقطه مهمه جدا في مصر، القوى البشريه والقوى المتعلمه اللي احنا بنخرجها كل سنه. دي نقطه مهمه جدا في مصر. مصر اولى الدول. ما عنديش للاسف التقدير بتاع كل الدول عشان اقدر اقول كده. امتى نقدر نقول كده؟ هو لا، ده اكيد ده السؤال ده. انا جهاز مساعد حضرتك. الجهاز الاساسي اللي هم اكيد عارفين احسن مني بكتير، معالي الوزير والحكومه. يعني محمد، انت دايما كنت بتقول ان القياده في ايد الجهات الحكوميه. طب النهارده لما تكون القياده الحكوميه بتقول ان انا عندي 120 مليار دولار تم انفاقهم في مدن ذكيه وفي بنيه تحتيه، طب ده مش هيخليك تقول ان دي قياده حكيمه، ان هي صرفت في ده عشان ده تتبعه بنيه تكنولوجيه عشان تقدر ان هي تتحول لمدن ذكيه؟ وده يعني السؤال بقى، ده فعلا ده فعلا ترجم لطلب تكنولوجي فعال في السوق المصري، ولا للاسف الفلوس دي راحت في مجرد اسمنت ورمل وزلط وحديد؟ انا للاسف الشديد مش عايش في مصر، فما اقدرش احكم على التطور حصل قد ايه. يعني انا لما باجي مستوى المعيشه ممتاز، كل حاجه ممتازه. احنا طبعا كان لينا الشرف ان احنا مبيعاتنا جيده في مصر، زي ما الباشمهندس طلعت قال لكم الارقام، احنا الحصه السوقيه بتاعتنا قد ايه. فطبعا احنا سعداء بالبزنس اللي بيجي من مصر، والبزنس بتاعنا في مصر لغايه السنه اللي فاتت كان بيكبر سنه بعد سنه. فده اكيد يثبت ان في تطور في احتياج التكنولوجيا. اوكي. للاسف ما حصليش الشرف لسه ان انا اشوف المدن الذكيه دي عشان اقدر احكم اذا كانت طوب وزلط بس ولا عملت اي حاجه تفرق في التقدم التكنولوجي في مصر. ممكن تكون عامله، بس للاسف انا ما عنديش المعلومه، وده غلطتي لان انا ما بروحش اشوفها. لكن اكيد طالما الحكومه قالت في 120 مليار دولار اتصرفوا، يبقى اكيد في 120 مليار اتصرفوا، واكيد لو مش باين النهارده مستوى اداء 120 مليار دولار هيبان في المستقبل ان شاء الله. طيب محمد، برضه في حاجه نقطه مهمه، قلت ان الاجهزه الطرفيه هي اللي النهارده هتتخذ القرار بدون الرجوع لمراكز البيانات. هل ده يتناقض مع التقارير اللي بتقول ان الحوسبه السحابيه هيزيد حجمها ويزيد الطلب عليها؟ لما هيكون الجهاز الطرفي موبايل في ايدي هيقدر يتخذ القرار، او هيقدر بدون ما يرجع لمركز بنك. فده في تناقض بين الحوسبه السحابيه وبين اتخاذ القرار من قبل الاجهزه الطرفيه؟ ده في تكامل، مش تناقض، في تكامل يعني. ليه؟ لان الحوسبه السحابيه ممكن كنا بنتكلم، لو انت تفتكر انا وانت خالد من 3 4 5 سنين من قبل الكوفيد حتى، على الحوسبه السحابيه وبنقول البابليك كلاود بابليك كلاود بابليك كلاود. الايام اثبتت ان البابليك كلاود او السحابه العامه كويس مش هي الحل. وفي تقارير كتير وعملاء كتير بترجع اللي هي حطيته على السحابه العامه اللي احنا بنسميها المالتي كلاود، السحابات المتعدده. السحابات المتعدده دي هيكون في سحابه خاصه عندك وعده سحابات عامه، كل سحابه عامه فيها نوع من التطبيقات. ما بقاش زي ما كان متوقع من 4 5 سنين ان كل التطبيقات هتطلع على سحابه عامه واحده وده احسن وارخص. اثبت لان هو لا احسن ولا ارخص، ودي حقيقه في دراسات عالميه على كده. فدلوقتي هي السحابه المتعدده، وانت كصانع قرار في المؤسسه او انت المسؤول عن قسم الاي تي في المؤسسه بتقرر انهي تطبيقات تتحط في السحابه الخاصه للسحابات العامه. في ترند، انتوا عرفتوا اخر حاجه ان كلمه ترند اضيفت للمعجم العربي الاسبوع اللي فات؟ اضيفت كلمه ترند بقت كلمه عربيه. اوكي؟
ففي ترند اوكي. لو تفتكروا ال 15 سنه ال 20 سنه اللي فاتوا كنا بنتكلم على العولمه، الجلوبلايزيشن. واسباب الفشل. واسباب الفشل. مش حكايه اسباب فشلها، في ترند رايت ناو ريفيرس ترند، ترند عكسي. ان الترند العكسي ان بقى بدل ما يبقى جلوبلايزيشن بقى ناشوناليزم. بالظبط. فيجب الاعتماد على نفسك، يجب الاعتماد على امكانياتك، لا يجب الاعتماد على الاخرين. اوكي؟ زي ما انا بقول، لو الاخرين وحشين معايا انا المسؤول. يعني انت بتدعو كده الشركات تعتمد على نفسها في ان هي تعمل البنيه التحتيه التكنولوجيه بتاعتها انا بدعو بنفسها؟ الشركات ان هي تكون حريصه كيفيه استثماراتها، واستثماراتها لو هم عايزين راينا في الشركه دي لازم تكون في الحوسبه المتعدده، وتقرر اي تطبيق باي تكاليف يتحط فين. جزء من التطبيقات هيبقى على السحابه الخاصه، وجزء من التطبيقات هيبقى على عده سحابات عامه. والفن بقى يبقى فين؟ ازاي كل ده يتعامل مع بعضه من غير العميل بتاعك ما يحس. انت بتخش مش عارف التطبيق اللي انت دخلت فيه ده على السحابه العامه دي ولا دي ولا دي ولا على السحابه الخاصه، مش شغلتك. وده الفن بقى، ازاي تمشي ده كله مع بعض. في وجود الطرفيه ده، وان انت هيبقى عندك ديسيشن بتتاخد على الطرف وبترجع تقول للسحابه انا عملت كده عشان تتحط تبقى مع الايكو سيستم الكامل. وفي حاجات هيبقى الديسيشن هتاخد في الوسط. احنا دايما بنقول لك ايه بالانجليزي؟ the data gonna be moving from the edge to the core to the cloud، وبالعكس. هتموف من الطرف للكلاود للداتا سنتر وبالعكس. طب يعني استفسار برضه اخير. انا عايز المره الجايه لما اجي، لان انت اثرت نقطه مهمه جدا يا خالد، خليتني عندي حب الاستطلاع. بس انا للاسف مش عايش هنا ومش قادر اعرف. مرجع المره الجايه تقول لي المدن الصناعيه دي كان ايه وضعها؟ المدن الذكيه. سوري، المدن الذكيه دي كان ايه وضعها؟ طيب. لان انا غلطت ان انا ما رحتش الشغل. طيب يمكن برضه يا محمد من الحاجات اللي الواحد بيبقى حريص عليها ان هو يعرفها من ديل دعم المبتكرين والابداع عندنا من سواء شباب او شركات ناشئه. لو تقول لي رؤيه ديل في الفتره اللي جايه دي في من ضمن الاستثمارات اللي ممكن تستثمروها طارق في دعم الشركات الناشئه واصحاب الافكار. احنا عندنا برامج كتير قوي من عاملينها مع الحكومه وعاملينها مع وزاره الاتصالات اللي بتدعم الكلام اللي احنا بنقوله ده. الشركات الناشئه او حتى الشباب صاحب المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. بنعمل مسابقات بيخش فيها الجامعات كلها، الجامعات الوطنيه والجامعات في الريجن، وبنحصل بنقدم جوائز وبنقدم بيطلع فيها ابتكارات كويسه جدا، وبندي لهم الريوردز اللي هي اذا كانوا بيشتغلوا معانا، وندي لهم المساعده لبدايه المهنه او. طب هل المناهج بتاعتكم متاحه للطلبه مثلا في كليه الهندسه والحسابات ان هو الطالب ياخدها فول فري يقدر ان هو يشتغل عليها او كده، ولا الموضوع بيحتاج بروتوكول معين بينك وبين الجامعات؟ لا، احنا بتهيألي يعني برضه عشان اكون واضح معاك قوي، البروتوكولات اللي بنعملها مع الجامعات من خلال الوزاره وبتبقى محدده. بس طبعا اي شخص جوه الجامعه اللي بينطبق عليه الشروط بيبقى